دودي وكارولاين. مين عم يفوز يا دودي؟ وات يا لطيف يا لطيف. يلا كوكي. شو خصني؟ هاي انضرب فخدي. الساعة 8 إلي نشوف ايش حي جاوب والله. لا 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 غلطة وندمان عليها. اسمعوا يا جماعة، في عندي كلبة بيبي تذكروها؟ أول شي نسيت ما لكم صباح الخير. غاب كيف في حياتي مثل كأني من امبارح. أنا فعليا حاسة حالي من امبارح، لأنه كان عندي موعد الصبح لبست يعني الشم طلع بوشي وطلعت، كنت نسياني الموعد. المهم في عندي بيبي بابي، تمام. هذا البيبي يعني متعلق بالكلاب اللي عنا الباقيين بشكل مو طبيعي، تمام. وغير انه هيك، شايفين سارة اللي تساعدنا عنا بالبيت، معتبرتها امه، تلحقها وين ما بتروح، بتجي وين ما بتروح، ما بتاكل الا اذا مو سارة جنبها. متخيلين لهالدرجة؟ فانا كنت كثير عتلاني هم اني انا كيف بدي اعطيها لحدا، وبدي اكون زعلانة، يعني بدي اكون زعلانة على مشاعر الكلب. يعني ما بعرف انتوا اذا شايفين هذا الشيء مبالغ او اوفر، بس الحيوان بشكل عام ما بيقدر يحكي، ما بيعرف يعمل شيء غير يحب. فانت لما تمنعه من هيدي الحب تبعه، لما انت تبعد اللي بيحبوا عنه، هو ممكن كثير يزعل. وعن جد يعني الكلاب اللي نوعهم اللي عنا كنت عملت حادث، اقسم بالله كنت عملت حادث، بس انا بعرف سوق، انا ذكية. رحت على برا الطريق والله العظيم، اوه ماي جاد. المهم الحمد لله ما صار شيء. يس كنت عم بحكي، ضاعت افكاري، خليني ارجع واتذكر. يس تذكرت انه هن بيصيبوا المرض وممكن يموتوا، خاصة النوع اللي عنا اياه هن بيموتوا من الزعل. فانا كتير حريصة لاعرف مين بده ياخده. فكان عندي شروط، وهي انه لازم يكون عندهم كلب تاني بالبيت، انه كلب لحالها هي تروح لحالها وما تلعب مع حدا، ممنوع. يكون في بيبي بالبيت. ليش البيبي؟ لانه الكلب الصغير بيحب البيبي، بيلعب معاه. متخيلين قديش كانت الموضوع صعب؟ واكيد يعني العائلة تكون تحب الكلاب وهالقصص هيدي. فاقسم بالله والله العظيم، تمام، انه الصدفة صارت معي انه في حدا بعرفه كتير منيح وبيحب الكلاب كتير منيح، وما خطر لي احكيه ولا قله، وعنده بيبي وعنده كلب، تمام. فجأة يبعث لي رسالة وبيقول لي انه ديكي سمعت عندك، لا مو سمعت عندك، ببعث لي رسالة. كنت انا عم بمشي الكلاب اللي عندي برا، فكنت منزل ستوري، قال لي اذا زعجينك ابعتي لي واحد، باخذ واحد. قلت له انا عندي بيبي، هو كان عم يمزح. قلت له انا عندي بيبي، انت عن جد بدك حدا؟ اجى قال لي ايه، لي شهرين عم دور على حدا. طلعت هيك يعني مكتوبة فعليا هاي البيبي تروح لإلهم، لأنه مش يعني أنا كيف حاطة الشروط، وكل ما بده حدا ياخدها اسأل مين في بالبيت، هل عندكم كلاب؟ بس يقولوا لي لا خلص أنا بتركها عندي، عرفتوا؟ مع إنه بصاروا 5 عنا، يعني أنا أوفر. وبيبي يعني مسؤولية، بتعمل بوتي بكل مكان وكذا، بدها اهتمام، عرفتوا؟ فاللي صار هو انه على فكرة صارت مناحة سارة. سارة صارت تبكي لما نحن كمان يعني دمعنا لما راحت البيبي. بس هلا هي بمكان كتير مبسوطة فيه، كتير كتير كتير. هلا راح اشوف شو عندي ارشيف فيديوهات اورجيكم، فيديوهات اوكي انزلكم اياها، تمام. بس هلا
بس خلص الموعد. اكيد بتعرفوا اني انا دائما بيجي على ستيلا ميديكال سنتر، اللي بتابعني من زمان بيعرف هذا الشيء. كل فترة وفترة بيجي لعندهم بعمل سيشن ليزر، لانه الليزر اللي عندهم ما بتحسوا بالوجع، برودة كاملة والنتيجة جدا رهيبة. يعني انا مثلا صرت هلا بيجي ممكن كل شهرين 3 4 مرة، فهذا الشيء كتير عم يفيدني بسبب النتيجة. والفكرة كمان هي انه عندهم عروض ممتازة لإلكم. مثلا عاملين 4 سيشنات فول بودي ب 999 درهم فقط، فانتوا تقريبا بتكونوا مخلصين كامل الجسم بس ب 999 درهم فقط. فالصراحة أنا بنصحكم تجوا لهون، لأنه المكان والستاف اللي موجودين جدا رهيبين وبروفيشنال. شوفوا الأسعار اللي عندهم. مثلا هون فول بودي ليزر هير ريموفر، حصلوا قديش؟ 999. كم سيشن؟ 4 سيشنات. يعني انتوا ب 999 درهم تتخلصوا من كل الشعر اللي موجود عندكم. عرفتوا؟ حتى في عندهم كتير عروض تانية مثل هيدرا فيشل وكتير أمور، بتقدروا تتواصلوا معاهم.